في حلة واحدة بس هنعمل النهاردة فاهيتا دجاج ماكن تشيز، غدا كامل ومن غير خطوات كتير ومن غير أدوات كتير، ربع ساعة بالظبط في المطبخ وهتعملوا ألذ وجبة مكرونة ممكن تاكلوها. هنحتاج في الوصفة دي صدور دجاج، أنا مستخدمة تقريبا نص كيلو من صدور الدجاج. الصدور بتاعتي صغيرة شوية، قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده الحجم ده. وهنتبل الفراخ بقى ببهارات الفاهيتا. هنحتاج معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة متوسطة كمون، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة متوسطة كزبرة، معلقة صغيرة من بذور الفلفل الأحمر، وملح وفلفل أسود طبعا حسب الرغبة. وهنحتاج كمان معلقة متوسطة كده من السكر ومعلقة كبيرة من النشا، ودي بهارات فاهيتا الدجاج، البهارات الأصلية للفاهيتا. لو عندكم بهارات الفاهيتا الجاهزة تقدروا تستخدموها بدل البهارات دي، مفيش مشكلة. بنقلب كل حاجة مع بعضها، نتبل الفراخ كويس بالبهارات، وفي طاسة على نار بنحط 3 معالق من زيت زيتون أو زيت عادي، الطاسة سخنة، وننزل عليها بقى بقطع الفراخ. ما برميهمش كلهم مرة واحدة كده، بحطهم جنب بعض علشان ما تنزلش مية ولا سوائل، والطاسة تكون حامية. احنا عاوزين نديها لون من الناحيتين، يعني تاخد لون من جميع الاتجاهات، لون محمر حلو كده. فبفضل اتابعها واقلبها لحد لما تاخد لون حلو. بنرفعها في طبق خارجي ونشيلها على جنب على ما نكمل بقية الخطوات. وفي نفس الطاسة مكان تحمير الفراخ هنحط قطعة زبدة كده، وننزل عليها ببصلاية متقطعة تقطيع صغير، بصل أحمر أو أصفر أو أبيض مش مشكلة، فصين توم بنهرسهم كده ونحطهم فوقيها. بنقلب كل حاجة مع بعضها، البصل بيدبل والتوم بيطلع ريحته بس ما ياخدش لون. بننزل عليها بكوباية من اللبن الحليب وكوبايتين من المرقة. لو عندكم مرقة فراخ يبقى ممتاز، مفيش مرقة فراخ هتحطوا مية، أنا حطيت كوبايتين مية وزودت معلقة كبيرة من مرقة الدجاج البودرة، دي بتدي طعم حلو قوي لأي وصفة فيها مكرونة على فكرة. فلو عندكم اوريدي مرقة فراخ أو شوربة فراخ حطوها، مفيش يبقى هتحطوا كوبايتين مية ومعلقة كبيرة من مرقة الدجاج البودرة. أول ما يبتدوا يغلوا بننزل عليهم بالمكرونة. أنا مستخدمة في الوصفة دي كيس مكرونة اللي هو الصغير اللي هو 450 جرام، وأي نوع مكرونة عندكم تنفع. أنا استخدمت الشكل ده، تقدروا تستخدموا أي شكل تاني. نديها تقليبة كده، نتأكد إن هي اتغلفت كويس بالسوائل، وبنغطيها ونسيبها بقى على نار عالية في الأول تغلي شوية، ونرجع نتابعها ونديها تقليبة كمان. ولو احتاجت سوائل بنزودها مية مغلية، وبنهدي النار وبنغطي ونسيبها بقى لحد لما تبتدي تستوي، يعني تقريبا بنسبة 85-90%، يعني تكون خلاص فاضلها حاجة بسيطة. وأول ما توصل لمرحلة السوا دي بنحط عليها كوباية من الجبنة الشيدر، أي جبنة عندكم في البيت تنفع. أنا استخدمت شيدر حمراء، ممكن تستخدموا أي جبن تانية، من كوباية لكوباية ونص يعني اللي متوفر عندكم. معلقة كبيرة من المستردة، لو مفيش مستردة عادي جدا الغوها. تقليبة كده الجبنة تسيح بس وتتوزع، ننزل عليها بفاهيتا الدجاج وبنقلب كل حاجة مع بعضها. المكرونة بتكون في المرحلة دي استوت تمام وكملت سوا وشربت بقى من الجبنة والبهارات، وشربت كمان من طعم الفراخ. اخر حاجه خالص حطيت عليها رشه من الجبنه الموتزاريلا، ما قدرتش اسيبها كده في حالها وهغطيها واسيبها على نار هاديه بس 3 أو 4 دقايق، بحيث كل حاجه تشرب من طعم بعضها ويبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى الجمال، شوفوا قد ايه جوسي كده، وريحتها تجنن، بهاراتها مختلفه خالص، طعمها رهيب، مش عايزه اقول لكم ميكس رهيب. الميكس ده يجنن، حاجة جديدة مختلفة بقى عن المكرونة بالصلصة أو المكرونة التقليدية أو المكرونة بالبشاميل والحاجات اللي فيها خطوات كتير. دي في خطوة واحدة وكل حاجة مع بعضها، وجبة بقى متكاملة فيها كل حاجة. والأهم من ده كله إنها في حلة واحدة، في الحر ده وفي الفرهدة دي مش عاوزين نقف في المطبخ كتير ولا عاوزين نولع الفرن. قدمتها بقى، حطيت معاها ورقة ريحان كده بس للتزيين مش أكتر وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.